القطه ديالك ولا الكلبه ديالك ولدات مبروك، ولكن رد بالك الايام اللي من بعد الولاده مهمين بزاف. certains signes peuvent indiquer que la maman ne va pas bien. اسمع مزيان، راقب صحه الام سواء كانت قطه او كلبه. الا طلعت لها السخانه اكثر من 39.5 درجه راه ممكن يكون عندها ميكروب، وإلا خرجوا منها افرازات خضرين او كحلين ولا ريحه خايبه تقدر تكون علامه على اون انفيكسيون دو لوتيروس. وإلا كانت كرشه منفوخه ولا قاصحه راه ممكن يكون باقي فيها واحد الوليد واحل ولا واحد لو مورسو ديال لو بلاسينتا. وحتى الا ما بقاتش كتاكل ولا ضعفت سي ان سين نيجاتيف. ليكلامبسي ولا لا فيفر دو لاكتاسيون ولا السخانه ديال الحليب هي حاله خطيره بزاف، كتوقع للكلبه ولا القطه اللي كتكون كترضع، كيكون السبب ديالها نقص في الكالسيوم في الدم، وهادو كاملين حالات مستعجله. من جهه التصرفات، الا ما بقاتش كتقرب لوليداتها ما كترضعهمش ولا ولات كتعصب عليهم ولا ناعسه بزاف ولا ناعسه عليهم راه ماشي طبيعي. اي حاله من هاد الحالات خاص طبيب بيطري. بصحه مزيانه كتضمن وليدات بصحه ممتازه. تجربتك تقدر تعاون شي حد. قول لنا في لي كومونتير واش سبق لقطتك ولا لكلتك دازت من شي حاله من هاد الحالات.